من هنا من محطة الرمل انطلق أول وأقدم ترام في أفريقيا وواحد من الأقدم في العالم. كنا احنا وبريطانيا وهونج كونج. تراماي اسكندرية تاريخ كبير وعظيم من 1860 وهو عامل حالة من البهجة لسكان ورواد اسكندرية الجميلة، مواصلة وفسحة في نفس الوقت. 1860 كانت أول رحلة ترام وكانت العربيات بتاعة التراماي بتجرها 4 حصنة. 1863 بقى يمشي بالبخار، ومن 1902 بقى يتحرك بالكهرباء. التراماي الكهرباء كان سواقينه طلاينة والكمثرية من مالطا. عندنا كذا نوع في التراماي القديم. الترام الازرق في منه دور واحد وفي منه عربية دورين وبيكون فيها عربية مخصصة للسيدات. وفي الترام الاصفر الاوكراني اللي هو الجديد. الترام الاوكراني ده سرعته بتوصل ل 60 كيلومتر في الساعة، في حين التراماي الازرق والاصفر القديم اقصى سرعه ليه 40 كيلومتر في الساعه. موجود في التراماي الاوكراني نظام امان بيخلي الترام ما يتحركش الا لما البيبان تتقفل، مكيف ومزود بواي فاي، وفي شاشات الكترونيه بتوضح المحطات، وفي كمان اذاعه داخليه. لميدان القائد إبراهيم ومحطة الرمل متعة ما بعدها متعة، مراقبة حركة الترام وأجواء الشارع، لكن كمان الفرجة على مباني محطة الرمل من هنا. كل ده مع خلفية بحر اسكندرية وجماله. اسكندرية جمالها وأماكنها وجوها وأهلها مفيش أحلى ولا أجمل من كده. ترام اسكندرية هو أول وسيلة نقل جماعية مش بس في مصر بس، لا في أفريقيا كلها. بدأ تشغيل ترام اسكندرية سنة 1860، علشان كده بيعتبر ترام اسكندرية أقدم ترام في أفريقيا ومن بين الأقدم في العالم كله. هو مش بس وسيلة انتقال، لا ده كمان فسحة سواء لأهل اسكندرية أو لضيوفهم. في البداية كان السواقين طلاينة وكانوا الكمثرية بيجيبوهم من مالطا، وكان ملحق بالترام عربية لنقل الموتى، كان لونها اسود وملهاش شبابيك ولا بيبان، وكانت بتنقل الموتى من مختلف الديانات، لأن دي طبيعة اسكندرية من النشأة الأولى، وهي ملتقى لكل ثقافات وجنسيات العالم. حتى أسماء أحيائها فيها التنوع ده. بنلاقي مثلا حي ستانلي، حي جليم، جناكليز، سوتر، زيزينيا، لكن كمان بنلاقي سيدي جابر والشاطبي والمرسي ابو العباس. الاسكندريه بتعتبر بحق مدينه عالميه وفيها تنوع ثقافي وجنسيات من كل الدنيا. وعلشان تعرفوا قد ايه الحكايه دي، كفايه تعرفوا ان الجامع اللي قصادنا ده وده مسجد القائد ابراهيم اللي قام بتصميمه مهندس معماري ايطالي كان مقيم في مصر اسمه ماريو روسي. ماريو روسي ده عمل حاجات كتير في اسكندرية وفي القاهرة كمان. اندمج ماريو روسي مع طابع الحياة المصرية وعشق مصر ومصريين، وشدوا جدا التراث الإسلامي والعمارة الإسلامية في مصر، وتعلم بنى المساجد. وهنلاقي انه بنى مسجد الرفاعي اللي بيعتبر محاكاة لأعظم أثر في العالم الإسلامي، وهو مدرسة السلطان حسن من العصر المملوكي. ولما تشوف الاثنين قصاد بعض، مدرسة السلطان حسن ومسجد الرفاعي، تقول كأنهم توأم. فكان من الأعمال الكبيرة اللي عملها ماريو روسي. روسي كمان هو اللي صمم مسجد المرسي أبو العباس في اسكندرية، وهو اللي صمم مسجد عمر مكرم في القاهرة، وغيره كتير. الراجل ده حب مصر وشعبها واعتنق الإسلام، كان معماري فذ ويستحق إننا نبقى نعمل عنه حلقة إن شاء الله ونقول لحضراتكم الأعمال اللي هم. مسجد القائد إبراهيم ده أقيم سنة 1948 في الذكرى المئوية لوفاة إبراهيم باشا ابن محمد علي، مؤسس العسكرية المصرية الحديثة. وكان ساعتها ماريو روسي شغال كبير مهندسي الأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول. بيقولوا يعيش بمعنى حقيقي من يدرك قيمة المكان. بحري هو عبارة عن شبه جزيرة البحر بيحتضنها من 3 جهات. المسمى الرسمي لبحري هو حي الجمرك، لكن الاسكندراني يقول لك بحري ما يقولش الجمرك. بحري في لغة أهل اسكندرية هو البلد، يقول أنا نازل البلد، يقصد إنه رايح بحري. يمكن علشان هو الحي الأقدم في المدينة
أو علشان هو أصل اسكندرية قبل ما يتم إنشائها. هنا في المكان ده، مكان قلعة قايتباي، كان في عجيبة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، فنار اسكندرية أو منار اسكندرية. كانت بتعتبر أول وأعلى منارة بحرية في العالم، أنشأها المعماري الإغريقي سوستراتوس في عهد بطليموس الثاني سنة 270 قبل الميلاد، وكان ارتفاعها 120 متر. كانت تاني أعلى ناطحة سحاب في العالم لغاية وقت قريب، وكان ناطحة السحاب الأولى مصرية برضو كانت هرم خوفو 146 متر. الفنارة اتدمرت في زلزال سنة 1323 ميلادية. في سنة 882 هجرية 1477 ميلادية السلطان قايتباي زار اسكندرية، وجه هنا في المكان اللي احنا فيه ده في الموقع القديم للفنار، وأمر ببناء برج اتسمى ساعتها قلعة أو طابية قايتباي على الأساس القديم، على الصخرة القديمة اللي كان مبني عليها الفنار. وتم الانتهاء بعد سنتين من تاريخ الإنشاء. كانوا استخدموا أجزاء من أحجار الفنار القديم، وفي جزء كان غرق تحت المية. القلعة اتبنت على مساحة 17550 متر مربع، يعني حوالي 4 فدادين، اتبنى على أطراف المساحة دي أسوار القلعة الخارجية والاستحكامات الحربية، وكانت عبارة عن سورين من الأحجار الضخمة بتحيط بالقلعة من الداخل والخارج لحماية القلعة. السور الخارجي بيحيط بالقلعة من الجهات الأربعة. عندنا الضلع الشرقي بيطل على البحر، عرضه مترين عرض الحائط وارتفاعه 8 أمتار وما فيهوش أي أبراج. الضلع الغربي عبارة عن سور ضخم سمكه أكتر من باقي الأسوار، في 3 أبراج نصف مستديرة زي ما حضراتكم شايفين، والسور ده بيعتبر أقدم الأجزاء المتبقية. وعندنا الضلع الجنوبي وده بيطل على الميناء الشرقي، وفي 3 أبراج نصف مستديرة وبيتوسطوا باب. أما الضلع الشمالي بيطل على البحر مباشرة وبينقسم قسمين. الجزء السفلي منه عبارة عن ممر كبير مسقوف مبني فوق الصخر مباشرة في عدة حجرات، والجزء العلوي عبارة عن ممر فيه فتحات ضيقة بتطل على البحر. ده المدخل الكبير بتاع القلعة، وده المدخل الأصلي موجود في الركن الجنوبي الغربي للسور الخارجي، عبارة عن فتحة مستطيلة وعلى يمينها وشمالها برجين مستديرين بارزين عن المدخل. الباب ده غير مستعمل حاليا للدخول، احنا بندخل من الباب الثاني اللي حضراتكم شايفينه ده، لكن ده بيفتح على ممر ودهليس بيستخدم للدخول في المتحف البحري. هنبقى نشوفه ان شاء الله المتحف البحري. اما المدخل المستخدم اللي احنا بندخل منه دلوقتي للقلعة، فده اللي موجود في وسط الضلع الجنوبي للسور الخارجي للقلعة. ده المدخل اللي انا بشاور لحضراتكم عليه اللي احنا بندخل منه ده. كنت عايز اختم بقى بكلمتين عن قايتباي، لانه كان من الحكام اللي عندهم دين وورع لدرجة انه كان بيقبل يد فقهاء عصره، وكان زاهد وكان رافض للسلطنة، وضغطوا عليه من مدخل تحمل المسؤولية علشان المخاطر اللي بتتعرض ليها مصر. اسمه الملك الأشرف أبو النصر قايتباي المحمودي الظاهري. محمودي لأنه التاجر أو الخواجة اللي اشتراه وجابه لمصر علشان يبيعه وهو عنده 13 سنة كان اسمه محمود بن رستم. باعه لسلطان مصر في الوقت ده الأشرف برسباي ب50 دينار، وبقى مملوك وتعلم فنون القتال كعادة المماليك في الوقت ده. بعد كده اشتراه السلطان الظاهر جقمق، والظاهر جقمق ده اعتقه، علشان كده اتقال بعد المحمودي الظاهري. يبقى الظاهري ده نسبة للظاهر جقمق الذي اعتقه. وصل لمنصب أتابك العسكر، يعني قائد الجيش في عهد تمر بغا. السلطان قايتباي حكم مصر والشام والحجاز، حكم لمدة 29 سنة و4 شهور و21 يوم. كانت فترة حكمه من العصور الزاهية، وكان سلطان عظيم وفارس مغوار. كان محب للعلم وبيهوى القراءة، وكان حكيم مهتم بالجيش اهتمام كبير. الرانك بتاعه موجود على حوالي 70 أثر إسلامي في مصر والشام والقدس والمدينة وحفظات كتيرة من مصر. وكفاية نعرف ان المسجد بتاعه التحفة المعمارية الرائعة مرسوم على الجنيه بتاعنا، الجنيه المصري،
من سنة 1968. 68 كان الجنيه اللي هو الكبير ده، وبعدين من 1978 تم إصدار الجنيه الموجود في ايدينا دلوقتي. في دايرتين على جوانب العقد بتاع الباب، ده اسمه رنك. الرنك ده عبارة عن دايرة بيتكتب فيها اسم السلطان وألقابه ودعاء ليه. رنك دي كلمة فارسية معناها شعار. الرنك بنلاقيه على كل المنشآت المملوكية، وهو بمثابة ختم أو شعار للسلطان بيحطه على المنشآت اللي بيبنيها أو اللي بيجددها. الرنك بنقراه هو متقسم 3 أقسام، بنقراه من النص وبعدين من اعلى وبنختم من اسفل. تعالوا نجرب. في النص مكتوب عز لمولانا السلطان الملك الاشرف، فوق مكتوب ابو النصر قايد باي، وتحت مكتوب عز نصره. يبقى اما تشوف رنك اقراه بالطريقه دي: النص عز لمولانا السلطان الملك الاشرف، نطلع فوق ابو النصر قايد باي، ننزل تحت عز نصره. الف شكر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.